كنت قاعد بتابع أخبار الكورة زي أي حد بيحب الكورة، وقريت مانشيت على موقع اليوم السابع اسمه الطريق إلى التامنة، وهنا يقصدوا اللقب الثامن لمصر في بطولة أفريقيا اللي هتتلعب في كوت ديفوار بعد كام يوم. وهنا بقى جه في دماغي السبع بطولات اللي فاتوا، وقعدت افتكر ظروف كل لقب وفرحتي بيه، وكنت بتفرج فين ومع مين. وقفت شويه عند بطوله 2006، رغم يعني ان كل البطولات اللي اتفرجت عليها لمنتخب مصر من 98 لحد 2010 المفروض نقف عندهم، عشان كل بطوله ليها قصه لوحدها. بس بطوله 2006 دي بالذات حوارها كان كبير قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا احمد خليفه، وهنتكلم النهارده عن بطوله افريقيا 2006. بطوله 2006 دي بدات حكايتها قبلها بخمس سنين، وبالتحديد في كاس العالم للشباب 2001 اللي منتخب مصر حقق فيه الميداليه البرونزيه. وقتها احنا كمتابعين كوره كنا منبهرين باداء منتخب مصر للشباب ونتائجه اللي كانت غير متوقعه تماما. اي نعم، بدانا البطوله بعلقه من الارجنتين 7-1، بس بعدها المنتخب قدر يلم اوراقه ويركز ويعمل نتائج عجيبه وغريبه، زي مثلا الفوز على هولندا وعلى فنلندا وعلى الاوروجواي. وعلى فكره كنا قريبين جدا من النهائي، بس دخل فينا جولين ورا بعض كده في اخر الماتش في مباراه الدور قبل النهائي قدام غانا. منتخب مصر للشباب وقتها كان بيدربه كابتن شوقي غريب، وكان معاه مجموعه مميزه قوي من اللعيبه، زي اليماني اللي كان نجم البطوله، ومحمد شوقي، حسام غالي، العتراوي، جمال حمزه، ابو مسلم، ابو المجد مصطفى، ورضا شحاته، وغيرهم من جيل قدر يغير مفهومك عن قدرتك في المنافسه العالميه. بعدها بسنتين جه جيل شاف الجيل اللي قبله حقق الميداليه البرونزيه، فكانوا بيلعبوا بمبدأ مختلف شويه، سواء في كاس العالم للشباب 2003 في الامارات او في افريقيا 2003 في بوركينا فاسو. تعالوا نتكلم عن اللي حصل في افريقيا 2003 الاول. طبعا منتخب مغمور، زيه زي اي منتخب شباب ما تعرفش منه لعيبه كتير. بدأت البطوله مع مدرب برضه ملوش تاريخ، كابتن حسن شحاته. اسامي اول مره تسمعها، زي شريف اكرامي، محمد الزيات، احمد سعيد، امير عزمي، حسني عبد ربه، احمد فتحي، عماد متعب، عمرو زكي، المرحوم محمد عبد الوهاب، المرحوم احمد وحيد، احمد سمير فرج، رضا متولي. الحقيقه ان منتخب الشباب ده قدر يعمل نتائج مبهره، زي مثلا الفوز على منتخب المغرب 4-1، وفي النهائي قدر يكسب منتخب كوت ديفوار 4-3 بعد مباراه ماراثونيه. قدر عماد متعب اللي محدش عارف مين ده يجيب فيها هاتريك، والتلات اجوال احلى من بعض. تعالوا بقى نبص في الوقت ده بالتحديد على منتخب مصر الاول، اللي كان خرج من بطوله افريقيا 2004 من دور المجموعات بعد ما خسر من الجزائر 2-1، على الرغم من ان منتخب مصر كان الافضل طول المباراه. لكن هجمه مرتده في نهايه الماتش قدر حسين عشه في الدقيقه 87 يجيب الهدف الثاني ويخلص الماتش وينهي مشوار مصر في البطوله. طبعا يعني صدمه كبيره جدا للجمهور المصري اللي كان حاطط امل كبير جدا على البطوله دي، اللي كان منتخب مصر عامل فيها اداء محترم تحت قياده محسن صالح، اللي قبلها بسنتين بس كان واخد بطوله الدوري مع الاسماعيلي من الاهلي المرعب اللي كان تحت قياده مانويل جوزيه. بعد البطوله مشي كابتن محسن صالح وجه مدرب ايطالي اسمه تارديلي. الحقيقه ان فتره تارديلي دي على الرغم من ان ما فيهاش نجاحات تذكر، الا انها كانت فتره مهمه جدا. وده ليه بقى؟ عشان تارديلي كان بدأ يبص للشباب ويصعد منهم لعيبة زي المرحوم محمد عبد الوهاب وزي أحمد فتحي وحسني عبد ربه. وكان وقتها في لعيب لسه جاي الأهلي من الترسانة اسمه محمد أبو تريكة، فبدأ تارديلي يعتمد عليه ويدخله في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر. الهدف من التعاقد مع ماركو تارديلي كان الوصول لكأس العالم 2006، لكن ده كان صعب قوي في ظل منتخب بيغير جلده. عملنا نتائج كويسة ونتائج مش كويسة. منتخب مصر قدر يحقق الفوز خمس مرات على الكاميرون وليبيا وبنين والسودان رايح جاي، وخسر ثلاث مرات من الكوت ديفوار رايح جاي ومن ليبيا في ليبيا. وتعادلنا مرتين، مرة قدام الكاميرون 1-1 في الكاميرون وضيعنا عليهم التأهل وادينا بطاقة التأهل لمنتخب كوت ديفوار، ومرة قدام بنين على أرضها 1-1، وكنا هنخسر بالمناسبة لولا جول إبراهيم سعيد قبل نهاية المباراة بدقايق قليلة. قبل ماتش الكاميرون في جروة، واللي كان آخر ماتش في المجموعات، كانت مصر عرفت إنها خارج السباق والمنافسة منحصرة على الكاميرون والكوت ديفوار. فقرر اتحاد الكورة وقتها بقيادة الكابتن سمير زاهر، اللي جه بعد فترة اللي هو حرب الدهشوري، إنه يتعاقد مع حسن شحاتة. كان مين بقى حسن شحاتة وقتها؟ كان بطل أفريقيا للشباب 2003. ومش بس كده، لأ، بوشكاش محفوظ بيضحي، ده كان بطل كاس مصر وخد البطولة من الأهلي المرعب، وكمان بطل السوبر المصري وخد البطولة من الزمالك بجبروته في الفترة دي. طيب البطولات دي كلها خدها مع مين؟ خدها مع المقاولين اللي كان بيلعب درجة تانية وقتها، فطبعا النتائج دي كانت عاملة ضجة كبيرة جدا في مصر، وده السبب اللي خلى كابتن سمير زاهر ومجلسه يراهنوا على الراجل ده.
حسن شحاتة قدر يعمل منتخب مكون من أفضل عناصر منتخب الشباب 2001 ومنتخب الشباب 2003. عمل ميكس كده بين المنتخبين وطلع لنا منتخب جديد محدش عارف التجربة دي هتنجح ولا هتفشل ولا ايه ظروفها. لكن في الحقيقة اللي حصل فاق كل التوقعات. جه حسن شحاتة وكان عندنا ماتش الكاميرون في جروة، والكاميرون وقتها كان محتاج يكسب عشان يضمن التأهل، وكنا رايحين متأكدين من الخسارة، إلا إن منتخب مصر قدر يحقق التعادل مع منتخب الكاميرون ويخرجه من السباق على بطاقة التأهل ويدي البطاقة لكوت ديفوار، اللي بالمناسبة يعني 70% من قوام منتخبهم كان من منتخب الشباب اللي خسر قدام مصر في النهائي 4-3. طيب وبعدين؟ مدرب جديد، منتخب معظمه شباب، وبطولة أفريقيا 2006 هتتلعب على أرضنا ووسط جمهورنا، وشكلنا هيبقى لا مؤاخذة يعني كلوتات لو ما عملناش بطولة كويسة. المفروض نوصل حتى المربع الذهبي عشان ما يبقاش شكلنا مش ولا بد. بس البطولة فيها مين بقى؟ فيها كوت ديفوار بقيادة المرعب دروجبا، وأرونا دنداني، أرونا كونيه، إيمانويل إبويه، جايا توريه، حبيب كولو توريه، محمد كالو، ديديه زكورة، وغيرهم من اللعيبة اللي أول ما تسمع اسمهم تترعب. ومنتخب الكاميرون اللي حضرتك لسه مطلعه من التصفيات ومضيع عليه التأهل بقيادة مين؟ صامويل إيتو، ومي، جيريمي، سونج. وتوقعك القرعة مع أصعب منتخب ممكن تقابله وهو كوت ديفوار. ومعاك مين تاني بقى؟ حذر فزر. بالظبط، منتخب المغرب ومنتخب ليبيا. المغرب، احنا اخر مره كسبنا المغرب دي كانت من 20 سنه في بطوله افريقيا 86 بجول طاهر ابو زيد. طيب احنا نبدا البطوله ونسيبها على الله ونشوف هنعمل ايه. اول ماتش للبطوله كسبنا ليبيا 3-0. طيب الحمد لله بدانا كويس، نكمل بقى وربنا يكرم. الماتش التاني كان قدام المغرب المرعب بقياده يوسف حجي، المغرب اللي كان متاهل لنهائي افريقيا 2004 وخسر قدام تونس. ماتش المغرب كان ماتش يديلك مؤشرات ان منتخب مصر يقدر يلعب مع فرق كبيره. انت متسيد المباراه من بدايتها لحد ما خلصت. ما قدرتش تسجل اهداف، لكن اداء مش بطال وضيعت كور سهله جدا زي كره احمد فتحي اللي حسن شحاته كان بيلطم حرفيا على الخط بعد ما ضاعت. طيب المباراه الثالثه قدام مين؟ قدام الكوت ديفوار. ومن ستر ربنا ان الكوت ديفوار كانت ضمنت التاهل وقررت تلاعبنا بالصف الثاني، لكن منتخب مصر الحقيقه مسك في الفرصه وزنق الكوت ديفوار في الحيطه وهاتك يدعك، وقدرنا نكسب 3-1 وتأهلنا من دور المجموعات بسلام. طيب الحمد لله، هنقابل مين بقى؟ هنقابل الكونغو الديمقراطية. طيب تمام، منتخب مش صعب قوي ونقدر نتعامل معاه، وبالفعل كسبنا 4-1 مرتاح وبكل هدوء. اتأهلنا للمربع الذهبي عشان نصطدم بمنتخب رخم ورزل وهو السنغال. بدأ الماتش، مصر كانت أفضل بصراحة على الرغم من إن منتخب السنغال كان منافس قوي جدا طول أحداث المباراة، لكن قدرت مصر إنها تتقدم بضربة جزاء عن طريق الصقر أحمد حسن، والماتش كان رايح ناحية المكسب 1-0. لكن مامادو ديانج كان له رأي تاني واستغل عرضية عشان يقدر يحقق هدف التعادل لمنتخب السنغال. حالة ارتباك حصلت لمنتخب مصر خصوصا بعد الموقف الشهير بتاع ميدو وحسن شحاتة اللي حصل بعد هدف التعادل للسنغال، وإصرار ميدو على المجادلة في وقت ما فيش فيه أي مجال للجدال حتى لو كان شايف نفسه صح، وإنه الأحق بالخروج كان عماد متعب مش هو خالص. ونزل عمرو زكي وقدر من عرضية روعة لتريكا إنه يحط هدف التقدم عشان يخلص الماتش 2-1 وتتأهل مصر للنهائي. ظروف النهائي بقى كانت مختلفة شوية. انت هتلاعب فريق كسبك في التصفيات رايح جاي بكل سهولة، فريق معظم لاعيبته محترفين في أكبر أندية العالم، وانت أصلا منتخب بلدك كله محليين باستثناء 2 أو 3 لعيبة بالكتير. بدأت المباراة بضغط شديد من منتخب الكوت ديفوار عشان ينهوا الماتش من البداية، لكن على عكس كل التوقعات مصر قدر يتماسك ويبقى ند المنتخب الكوت ديفوار، وده بفضل ربنا ثم ابراهيم سعيد واحمد فتحي وعبد الوهاب وبركات وكل خط الدفاع. والابرز بقى في الموضوع تألق غير طبيعي لعصام الحضري احد اهم نجوم البطوله. دخلت المباراه وقت اضافي بعد التعادل بدون اهداف 0-0، وقدر محمد بركات يراوغ جوه منطقه الجزاء من ناحيه اليمين عشان ياخد ضربه جزاء في وقت قاتل. دخل احمد حسن هداف البطوله عشان ينفذ ركله الجزاء وسط ترقب 80 ألف متفرج في استاد القاهرة، لكن للأسف ضربة الجزاء ضاعت. وهنا بدأ الجمهور يحس إنه ملناش نصيب في البطولة دي وإنه خلاص اللقب كده كده بيضيع. لكن الحضري كان له رأي تاني. بعد ما المباراة خلصت بالتعادل السلبي ورحنا لضربات الجزاء، قدر عصام الحضري إنه يشيل منهم ضربتين، منهم واحدة قدام ديديه دروجبا، وحققنا اللقب وسط ذهول من أفريقيا والعالم كله. ذهول عشان محدش كان متخيل إن منتخب كله محليين زي منتخب مصر
يقدر يحقق بطولة كبيرة فيها كم اللعيبة العالمية ده. وعشان كده البطولة دي محدش من اللي عاصرها هيقدر ينساها، وهتفضل محفورة في عقولنا. شكرا، واشوفكم في الفيديو الجاي.